شايفه الجمال والحلاوه، ومقرمشه. يلا بينا نشوف عملت الجمال والحلاوه دي ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اصابع الفراخ المقرمشة بشكل وبطريقة جديدة، وان شاء الله هتعجبكم. وبصدر واحد من الفرخة هعمل كمية وفيرة منه. هعمله معاكم بطريقه مظبوطه وباسهل طريقه، وان شاء الله هتعجبكم. هينفعك للمدارس. تعالي معايا نشوف عملت الكميه دي ازاي. بس لو اول مره تشوف قناتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا. واول حاجة هعملها هفرم صدر الفرخة، وصدر الفرخة مقطعة شرايح رفيعة عشان يكون سهل الفرم. وبعد ما فرمت صدر الفرخة هضيف حبيتين من البطاطس مسلوقين 3/4 سوا. قشرت البطاطس وقطعتها مكعبات وسلقتها في ميه مع رشه من الملح. هضيفها لصدور البانيه المفرومه، وهضيف كمان نص كوبايه من النشا، وبيضه، نص كوبايه من الدقيق، والتوابل اللي هضيفها معلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مش هننسى الملح، والملح حسب الرغبه. وهضيف كمان معلقتين من الصويا صوص اختياري، المعلقه التانيه. وهخلط المكونات كلها مع بعضها. فتحت كيس تلاجة وحطيته في الصاج، وهدهن كيس التلاجة بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت معلقه من الزيت، والخليط اللي ضربته في الكبه هفرده في الصاج. بحط معلقه من الزيت عشان يتفرد معايا بكل سهوله. وكمان دهنت ايدي بالزيت وهفرده في الصاج. هخليه كله سوا واحد. وبعد ما سويت سطح الصينيه بغطيها بكيس تلاجة. وبعد ما حطيت عليها كيس التلاجة هقطعها، وبتقطعيها حسب رغبتك. لازم تقطعيها قبل ما تدخل الفريزر. وبعد ما قطعتها هدخلها الفريزر تتجمد. وعلشان اعمل الطبقه الخارجيه بدون بيض ولا لبن، اقتصاديه في بوله، احط كوبايه من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين كبار نشا، ملح، رشه من الفلفل الاسمر، بهارات فراخ، رشه من بودره الزعفران عشان تدينا اللون، او كركم. وبخلط المكونات مع بعضها. واخر حاجه بحطها ميه، وبحطها بالتدريج، ميه عاديه من الحنفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بخلط. عايزاها عجينه زي عجينه الكريم كده، قوامها حلو جدا. وبالسكينه همشي على خطوط التقطيع اللي قطعتها قبل كده. بسم الله ما شاء الله، شوف شكله حلو ازاي. وهغلفه بالكريسبي او الفيجيتار او البقسماط. هاخد واحده وبنزلها في الخليط اللي عملته، وبطلعها على الكريسبي. وهحطها في الكريسبي، بغلفها كلها بالكريسبي.
واضغط عليها عشان الكريسبي يمسك فيها. بعمل الجنب التاني، وبعمل كمان الجوانب. بالشكل ده اتغلفت كلها بالكريسبي. بحطها في طبق، وهعمل واحدة تانية. باخد واحدة وبحطها في الخليط وبصفيها وبنزلها في الكريسبي. بغلفها كلها بالكريسبي، بضغط عليها الجنب التاني والاحرف بالشكل ده، وبحطها في الطبق. هكمل تغليف الكمية كلها وهرجع لكم تاني. بتعرفي تعدي لغاية كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الكمية دي طلعت من صدر فرخة واحد بس. جربيه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك، احلى واوفر من اللانشون والجبنة والبسطرمة. يلا استعدي للمدارس وجربيه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك، وكمان هينفعك في النادي او الرحلات، او لو انت مستعجله وعاوزه اكله سهله وسريعه بتطلعيه من الفريزر على التحمير على طول مع طبق مكرونه او بطاطس محمره وسلطه، وبتغلفيه بكيس ثلاجه او بستريتش وبتحفظيه في الفريزر. بس من الافضل انك تغلفيه بكيس ثلاجه عشان الاستريتش مع التلج بيفك، وعند الاستخدام بتطلعيه من الفريزر على التحمير على طول. جربيه على طريقتي وان شاء الله هتعجبك. يا رب تكون حلقتي النهارده عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.